قبل بس ما عشان الاهلي مهم جدا اتكلم عليه في الفتره اللي احنا فيها، اللي للاسف طبعا الوقت اخدنا. ماتش سيراميكا كابتن اتفرجت عليه؟ لا شفت الهدف بس. شفت بس الهدف. طيب، عارف التشكيله اللي لعب بيها الراجل؟ لا بالتالي تعتبر هي تشكيله اساسيه للماتش الوداد. يعني لما لا نيجي ما نبص. بص اه يعني لا، انا بس ما هو طبعا اعرفش بس. مصطفى شوبير لعب، محمد هاني، مصطفى شوبير طبعا عشان الشناوي او علي لطفي، عبد المنعم، متولي، معلول، ديانج، السوليه، مروان عطيه، وبيستا، والشحات، وكهربا. نزل محمد شيف وعبد القادر، دول نزلوا. اعتقد ممكن يبقى ياسر ابراهيم مكان محمود متولي. ولو حمدي فتحي رجع. هو حمدي مصاب؟ حمدي عنده ايه؟ عنده اصابه. بس يعني ما اعرفش هيلحق ولا لا. ولو لحق هل هيبقى فيه خوف عشان ما يلعبش؟ ممكن يتصاب في وقت في الماتش ده وما يلعبش، يعني يطلع من الماتش وما لا خلي يلعبش بالك الماتش اللي الراجل ما بعده. عندوش الكلام ده. اه كولر ما عندوش الكلام ده. طالما ان هو جهز وهيحطه في التشكيل لو هو عايز يلعبه هيلعبه. لان هو الراجل عنده تيم مثبته في دماغه. الاهلي اقوى من الوداد فين؟ في الكوره. هنا لو ما كسبش النادي الاهلي 2-0 اقل حاجه كوره. ماليش دعوه. لا انا بقى بص اقوى من الوداد ولا مش اقوى حاليا؟ اقوى. طيب لا بس انا عايز منك تقول لي اقوى. ايوه بس هقول لك على حاجه. الماتش ده انت كنت ناقص امبارح، انت كسبان بجون اوف سايد. انا برضو عايز اكسب باقل مجهود. لا مش انا عايز عايز اصابات، مش عايز يبقى ما تلعبش باللعيبه الاساسيه يا فاروق. يبقى انا عشان ماتش زي ده اديهم راحه لان بقى لهم فتره انا هالكهم. ايوه بس ريسك قوي ان انا ادي الفتره دي كلها. لا طبعا مش للعيبه. لا بالعكس. ازاي يا كابتن؟ زي الناس ده بالعكس. هقول لك على حاجه. ما هو ادى المعلول، وادى الهاني، وادى عبد المنعم، وادى قبليه حسين الشحات، وادى لا قدر الله حد اتصاب كان ايه اللي عمل؟ ماشي. ما هو انا الخوف بقى ان انا عشان كده بقول لك الاداء ما انت عادي. خلاص بقى انت بتكسب. لا يا حبيبي انا بتكلم بقى طالما ان انت بتقول تجربه قبل ماتش الوداد، انزل امسك الفرقه اللي قدامي مهما كانت هي. ادي رساله للفرقه بتاعت الوداد ان انا جاهز من كله اهو. كوره واداء وبدني وفنيات وتكتيك وكوره على اعلى مستوى. هو دي الرساله. طالما هلعب بالفرقه اللي انا هلعب بيها الماتش بتاع يوم الاحد. انت امبارح كان الاثنين صح؟ امبارح برضو الوداد لعب المغرب التطواني، كسب امبارح في الدوري. لا انا بتكلم على ادي الرسائل ان هيجوا يتفرجوا على ماتش امبارح فرقه الوداد. هو يعني مش عارف الاهلي لازم اديله ايوه رسالة لا يعني معلش يعني هل المغرب لا اخر ماتش مش عارف الاهلي عارف بيعمل ايه بره وجوه، وما كسب الترجي بره وجوه، كسب الرجاء وتعادل معاه هناك. هو عارف الاهلي مش لازم العب الماتش انا يعني. ولما خسرت 5 كنت انت فين وهو كان فين؟ ماليش دعوه، انا ظرف بيحصل. لا ولما خسرت من الهلال برضو اسمع. بص احنا مش عايزين نقولها كده، احنا عايزين نقول يعني كل المعطيات اللي هي تكسب النادي الاهلي. تمام. انت بتقول لي امبارح بروفه، لو بروفه لا انزل ودوس وادي رساله ان الفرقه هتيجي ان شاء الله يبقى الدنيا مولعه في الملعب. ماشي. واخد بالك؟ لا وفي ناس تقول لك العب على الهادي واكسب باقل مجهود عشان لا العب على الهادي ما تطلعش مجهودك. لا يبقى خلاص لاعب الناس اللي هي بقى مشتاقه تلعب كوره وتشوف ده وتشوف ده عشان الموسم الجديد وكل الكلام ده وما يعرفوش. انت دلوقتي بتقول لي ان دي تجربه ودي اخر ماتش وده هم اللعيبه دول اللي هيلعبوا صح؟ انا كوداد هجيب اخر ماتش للنادي الاهلي طالما ان هي. طب يا ريت يجيبوه. ايوه يتفرجوا كده. ايوه لا طالما ان ده اخر مباراه وكل الصحف وكل المواقع قالت ان دي التجربه الاخيره قبل ماتش الوداد، يبقى انا ايه كمدرب هجيب الباقه وابص على الفرقه. انت واخد بالك؟ لو مدرب مش هجيب ماتش في الدوري، هجيب له ماتش في افريقيا. يعني هو بيلعب فريق ماشي اكيد هيجيب ماتشين 3 الترجي رايح جاي كده ويشوف قوته. المشكله يا فاروق ان انت يعني بتخلي جماهير الاهلي، يعني انت بتستفزني وتخلي جماهير الاهلي تشتمني انا. لا خالص. لا ما انت برضو يعني ما انت لما شلت 5 كنت قاعد وشك مش سود هنا وما كنتش طايق نفسك. طب ده طبيعي، ده مصر كلها كانتش متضايقه. لا انت كلها متضايقه. انت كنت فرحان يعني يا كابتن؟ ايه؟ انت كنت فرحان؟ لا انا مش فرحان، بس انا يعني كنت فرحان فيك انت. كنت فرحان فيك عشان برضه عندكم حته الانا دي وساعتها وتقول لي لا وهنكسب ومش عارف ايه والكلام ده. فلما خدت 5 يوميها صعبت عليا. ماشي يا كابتن. وكنت الاهلي ساعتها الاهلي ياخد دوري ابطال؟ طبعا.
ياخد خلاص، اه ياخد دوري خلاص أبطال. انسى خلاص كده مفيش حجه. وانا بقول لك اهو كسبت 2 مبروك الدوري البطوله من هنا. انت كنت حاسسها اصلا يا كابتن يعني ان ايوه الاهلي انا هيوصل قايل لك هنا، للنهائي؟ قلت لك بص هي ماشيه في اتجاه الاهلي. اول هام لما قلت لك لو تفتكر قلت لك داخل ثالث، تاني هام ضربه الجزاء، ثالث هام ماتش الرجاء اللي هي ضربه الجزاء اللي ضاعت. فكل الكلام ده دي علامات هتوصلك النهائي وتاخده. بس انت في دور هنا اهم من هناك، انك تمشي من هنا وانت كسبان 2 اقل حاجه عشان تبقى إن شاء رايح الله. هناك مطمن. ان شاء الله. لان هو الوداد مش هيكسبك هناك فني، خلي بالك، وحط دي تحتيها 100 خط. معاك، هيبقى في امور كتيره غير الكوره يعني. بص فني الاهلي يكسبه هنا وهناك فني، بس لو النتيجه قريبه وفي امل، في عوامل بره المستطيل الاخضر هتتدخل. تمام. فهمت؟ لا تمام. وصلت؟ واصله اللعيبه، واصله الاداره، وكلنا بنبقى انما عارفين لو لازم تبقى فنيات، كسبان مكسب كويس لو عشان فنيات تستريح. انا بصراحه فرقه الوداد انا شفتها مع كل الاحترام ليها ما حدش خوفني، ما عملش حساب لحد، لان ما حدش لفت نظري. واخد بال حضرتك؟ هتقول لي بيلعبوا مجموعه وكل كده، لا الاهلي يتفوق.